في بلاد المسلمين، في بلاد غير المسلمين، نقتل، نفجر، نذبح، نفتح الرصاص على من يسب النبي. أحسب أنه وضح لكم الآن على الأقل بضربة واحدة أن هذا الهدي ليس بهدي قرآني، بل هذا ضلال. هذا ليس هو الهدي القرآني. القرآن يقول اصبر، اصفح، اعفو، أعرض، اهجر هجرا جميلا، كل الأمر إلينا. الله يقول أنا الذي سأنتصر لك يا خيرتي بطريقة الخاصة، أنا سأكفيك المستهزئين. النبي ذهب أيها الإخوة، ذهب إلى أن الأمل لا يزال موجودا، ليس في من سبه وعابه، بل حتى في من آذاه أيها الإخوة بالفعال ليس بالأقوال، حتى في حق من أراده على أن يعود إلى الشرك والطغيان والكفر والوثنية. تعرفون القصة، إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. قال لا، لماذا يقتلون؟ لا نقتلهم، كفار وثنيون أخرجوك، آذوك يا حبيبي. قال لا أنا لا أريد بكارثة طبيعية أن يطبق عليهم جبلان، زلزال، نوع من الزلزال. قال لا أريد. النبي لا يريد هذا، وذهب إلى أبعد من هذا. وأذكركم لربما للمرة 20 أو 30، وكلكم على ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. بماذا عامل النبي من سبه أيضا؟ لا أقول لكم من كفار خارج سلطانه، بل منافقين، طبعا كفار سجل عليهم القرآن الكفر في سلطانه وقبضته، شنعوه أعظم الشنآن وقالوا هو أذن. قالوا لا عقل له يميز بين صحيح الكلام وغالطه، بين حقه وباطله، بين صفوه وزخرفه. أذن يسمع كل شيء ويصدق. أستغفر الله العظيم. لم يفعل لهم شيء، مع أن الذي أخبره بهذا ليس رجلا من أصحابه أو رجلين أو 3، رب العالمين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. هذا الرد. الله يذكر يقول له أذن لا يسمع إلا الخير ويسمع لخيركم، وهو رحمة وهدى للمؤمنين منكم فقط. هذا الرد، هذا أسلوب القرآن الكريم. النبي لم يأتي لكي يحارب قضيته هو، أنني أنا محمد بن عبد الله رسول الله، من نال مني أو مسني أو شنأني سفكت دمه. لا والله الذي لا إله إلا هو، لم يفعلها النبي مرة. إنما النبي جاء ليحارب قضية ماذا؟ قضية الحق والباطل بأساليب الحق، الجدال بالتي هي أحسن. قل هاتوا برهانكم. الدعوة إلا أن ينجر الأمر، كما قلت لكم أذكر مرة أخرى، إلا أن ينجر الأمر إلى إعلان الحرب عليه، إرادة اجتثاثه ومن معه، فلا يملك إلا أن يدفع عن نفسه فقط. هذا هو. أما فيما دون ذلك فهو يدفع السيئة بالحسنة، وهذه سيئة، أن أسب وأن ألعن وأن أشتم سيئة. كيف النبي يدفعها؟ بالحسنة. هل هناك أسوأ من سيئة عبد الله بن أبي رأس النفاق؟ طعن في عرض رسول الله، في عرضه اتهم زوجه الصديقة بنت الصديق، سب رسول الله بشخصه، والقرآن سجل عليه بهذا، فتبا له وتباب، لا يخرجن الأعز منها الأذل. أستغفر الله العظيم. إخشعار بدني وهي آية. النبي يوصف بهذا وقال أبعده الله وأخزاه، وقد فعل. قال لا أجد لنا ولهم، أي للنبي وأصحابه من المهاجرين بالذات طبعا، مثلا إلا كقول الأول سمن كلبك يأكلك. أستغفر الله العظيم. أيضرب بهذا مثل لرسول الله؟ سمن كلبك؟ إيه سمن كلبك؟ ماذا فعل النبي؟ ابنه نفسه جاء يستأذن رسول الله، طبعا ناهيكم عن الفعال، ماذا فعل مع النبي؟ كيف انخزل بثلث الجيش، كيف أراد الهزيمة الماحقة لرسول الله. وقطعا أحد أسباب هزيمة أحد انخزال عبد الله بثلث الجيش بنحو 300، لو كانوا موجودين ربما لم تقع الهزيمة ولم يمت 72 من خيرة أصحاب رسول الله. لكن هذا المنافق الملعون فعلها، خائن خيانة عظمى،
هذا ما يسمى الآن بالهاي تريزن، الخيانة العظمى. ومع ذلك النبي لا يريد أن يدخل الناس في حرب شبه أهلية مصغرة حتى، لا يريد أن يحرج القلوب، لا يريد أن يثير حساسيات، لا يريد أن يؤثر عنه أنه يقتل أصحابه، أنه يقتل على الرأي، على حرية التعبير، فضلا عن أن يقتل على حرية الضمير وعلى الدين. لا يفعل. لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. لكن هذه مسألة غير حرية التعبير، غير حرية الضمير، عفوا، هذه سوء التعبير، قلة الأدب، هذه تعاقب عليها في كل القوانين الآن. روح تفضل الآن أنت وأطل لسانك مثلا في زعيم دولة، في زعيم أمة، في بابا الفاتيكان اليوم، لن تترك، ستقاضى، ستجرجر إلى المحاكم بالقانون. كل شيء له حدود. هذا اللعين أطال لسانه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال فيه بعض ما سمعتم وبعض ما قلت لكم. لن أتحدث عن سائر فعاله. وجاء ابنه رضوان الله على ابنه يستأذن الرسول الرحمة أن يقتله، فقال له النبي: كلا، لا آذن لك ولا لغيرك، بل نحسن صحابته، نحسن صحبته، نجامله، نحاسنه ولا نخاشنه، نواصله ولا نصارمه. الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر يا رسول الله. هذا رسول داعش اليوم، هذا رسول الإرهابيين. ما الذي يحصل لهذه الأمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يترك كل هذا الهدي الذي يعلمه وينبغي أن يعلمه أبناء الابتدائية من الأمة. نحن نعرف هذه الحكاية والأقاصيص ونحن في الابتدائية، ليس كذلك؟ فأين نحن منها؟ لماذا نذهل عنها؟ لماذا نغفلها؟ لماذا نعمى عنها ونصم؟ ما الجنون الذي أصابنا؟ أما بقي فينا بقية من عقلاء أيها الإخوة يهزون هذه الأمة، يوقظونها قبل أن تصير حطاما ومواتا. ما الذي نفعله بنبينا، بكتابنا، بأنفسنا، بديننا يا إخواني؟ بل نحسن صحابته. أكثر من هذا، ويموت رأس النفاق، وينزع النبي الرحمة، النبي الحب، النبي المسامحة والعفو والصفح، ينزع جبته الشريفة ويكفنه فيها ويصلي عليه ويدعو له ويستغفر له الله، حتى ينزل قول الله ينهاه عن ذلك، يقول له: هذا كافر، هذا عاش كافرا بك وبي ومات كافرا مصرا، لا تستغفر له. والنبي يقول بعد أن نزل قول الحق تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، يقول: لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 غفر له لاستغفرت له. يا الله يا رسول الله. أحبتي في الله، هل نسيتم ما أوقفنا عليه كتاب الله بشكل واضح في آيات كثيرة من رد فعل النبي على من كفر به وعاداه وطرده وقاتله وشنأه وتنقصه؟ هل أذكركم ما هو رد فعل النبي القرآني تبا لبعض المرويات، تبا لبعض الحكايا والأقاصيص التي ضربنا بها على كتاب الله المبين المعصوم المحفوظ، ما عدنا نستهدي به. أنا نعدت كتاب الأمة اليوم في هذا العصر الأغبر بالهداية المردودة. نحن رددنا هداية الله، فيا ويلنا من الله. والله لم نعد أيها الإخوة إلا ما رحم ربي، لم نعد مقتنعين حقا بأن نقرأ القرآن ونمشي في ضوئه وهداه. يمكن أن نضرب على 300 آية بحكاية هيان ابن بيان، روى عبد الرزاق، روى البخاري، روى مسلم، روى فلان، وتترك كتاب الله. يا ويلك، أين عقل الإيمان فيك؟ قال لك سنة قطع الله سنة ماذا يا أخي؟ سنة ماذا وأنت تكذب بها كتاب الله يا رجل؟ شيء لا يصدق. أنا لا أستطيع أن أستوعب هذا.